السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فاز الأهلي المصري بسهولة 3-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية لكرة القدم بالمغرب اليوم الأربعاء. وانتظر الأهلي الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه حتى وقت بدل الضائع للشوط الأول، وتقدم بهدف حسين الشحات عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليؤكد هيمنته على الشوط. وبهذا الهدف أصبح الشحات أول لاعب مصري يسجل في 3 نسخ مختلفة بمونديال الأندية. وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 56 قبل أن يسجل البديل بيرسي تاو الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله البديل كهرباء في الدقيقة 86. وسيلعب الأهلي في الدور التالي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف يوم السبت، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.